زمان كان في لجنة في ماسبيرو كانت اسمها لجنة التعليق الرياضي، كان هدفها كله ان هي بتتابع المعلقين وتقيم ادائهم وتشوف مين فيهم كان بيخرج عن النص ومين فيهم محايد، وكانت بتراجع الناس دي حتى لو ما كانش في عقوبات بتوقع عليهم. لكن من ساعة ما بقى الدوري على قناة واحدة، المعلق اللي عايز يقول حاجة بيقولها، واللي عايز يتكلم في اي حاجة بيتكلم فيها، حتى لو هي بره سياق الماتش، حتى لو هي ما تتناسبش تماما مع الحدث اللي هو بيعلق عليه. يدخلك مواضيع في قلب بعضيها، يقول لك فلان اللعيب الفلاني امه لما اتطلقت اتجوزت معرفش مين وخلفت مين، وقصص كده ملهاش اي علاقة بالماتش وباللي بيعلق عليه. عشان كده ما استغربش لما تلاقي عصام عبده كمعلق كبير له اسمه بيطلع يقول لك يا سلام لو الزمالك يجيب الهدف الثاني، وفي نفس الوقت هو بيعلق على مباراة جماهيرية طرفها الآخر فريق له جماهير، فالمفترض انه كان يلتزم الحياد. ما تستغربش لما يطلع الكواليني يقول لك انا قلت لإدارة القناة ما تدينيش ماتش للزمالك عشان ما اقدرش اعلق على ماتشات للزمالك، خلوني في ماتشات الاهلي بس. وده كان تصرف غريب. على فكرة في اسس موجودة للمعلقين. كابتن ميمي الشربيني رحمة الله عليه كان من الناس اللي كل الناس عارفة انه اهلاوي، لكن جماهير الزمالك كانت بتحب تسمعه قبل الاهلاوية. كابتن حمادة امام رحمة الله عليه نفس الوضع، الناس في الاهلي كانوا بيحبوا يسمعوه قبل الزمالك، لان الناس دي كانت بتشتغل على اسس ومعايير واضحة، ما كانش عندها سوشيال ميديا، ما كانتش بتدور على ان انا عايز اقول حاجة تعمل بوم وتفرقع والناس تقطعها لي وتحطها لي على الفيس وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. هنا المشكلة هتفضل موجودة، وخلي بالك المعلق سبب رئيسي من اسباب حالة الاحتقان اللي موجودة ما بين الجماهير في الوقت الحالي.